وليد الركراكي يدرس إمكانية مغادرة المنتخب المغربي. وفوزي لقجع يرد: عقد اليوم الناخب الوطني وليد الركراكي اجتماعا مع وكيل أعماله في العاصمة الرباط، خصص لمناقشة مستقبله على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني المغربي، وذلك قبل الاجتماع المرتقب مع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي ينتظر أن يكون حاسما في تحديد ملامح المرحلة المقبلة. ووفق نفس التقارير، فإن الركراكي يدرس بجدية خيار مغادرة منصبه بعد الفشل في التتويج بكأس إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بالأداء والنتائج، وما رافق ذلك من ضغط جماهيري وإعلامي متزايد. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المدرب المغربي توصل بعرض رسمي من أحد المنتخبات التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما دفعه إلى التفكير في خوض تجربة جديدة خارج الإطار الحالي، خاصة في ظل الظروف المحيطة بمهمته مع المنتخب الوطني. ورغم هذه المؤشرات، تؤكد التقارير ذاتها أن فوزي لقجع لا يزال يفضل خيار الاستمرارية، ويرغب في منح الركراكي فرصة مواصلة عمله إلى غاية مونديال 2026، معتبراً أن تغيير الجهاز الفني في هذا التوقيت قد يحمل مخاطر إضافية، خصوصاً مع ضيق الوقت والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار. كما يحظى الركراكي بحسب نفس المصادر بدعم كل لاعبي المنتخب الوطني، الذين يرون أن الاستمرار قد يكون الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، مقارنة بالمخاطرة بتغيير تقني قد ينعكس على توازن المجموعة. في المقابل، يعيش الشارع الرياضي المغربي حالة من الانقسام بين مطالبين برحيل المدرب بعد تراجع النتائج، وبين داعين إلى منحه فرصة أخرى بالنظر إلى اقتراب موعد كأس العالم وعدم توفر هامش زمني كاف لإعادة بناء المشروع التقني. ومن جهة أخرى، تبرز بعض الأسماء كخيارات بديلة في حال اتخاذ قرار التغيير، ويأتي اسم طارق السكتيوي ضمن الأسماء المطروحة في ظل النجاحات التي حققها مع المنتخبات الوطنية في تجارب سابقة، والشعبية التي يحظى بها داخل الأوساط الكروية. وتخلص التقارير إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المنتخب الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المرتقبة داخل دوائر القرار.